عجائب وغرائب من النظام المغربي والإعلام المغربي بخصوص رشيد نكاز، وحتى دخول الخط لبعض أشباه المعارضين كما هشام عبود واش قال على رشيد نكاز. خرجت جديد هذوك بحول الله سننزل نعرض لكم بعض الفيديوهات تاع رشيد نكاز واش قال بالتفصيل في المغرب قبل المغادرة وحتى بعد المغادرة بحول الله بالتفصيل، ونكتشفوا المخطط الكبير اللي حبوا يلصقوا في الجزائر وحبوا يطيحوا به الجزائر. قلبت عليهم الطاولة حتى في حكاية بوعلى مسلسل. بصح قبل ما نبداو نتمنى منكم تصليوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ديروا لنا الاعجاب والاشتراك في القناة متابعينا الكرام. دوك نعرضوا بحول الله المقاطع تاع رشيد نكاز، ولكن اولا راكم شفتوا شطاح العيون المسمى هشام عبود كيفاش خرج وبدا يطيح في رشيد نكاز واتهموا باللي هذيك الفيديوهات صراحة الجريئة والقوية، ونزيد نعرض لكم شوية الأجزاء منها اللي دارها قبل بعد ما خرجوه من السجن في المغرب. كان هو في رهن الاحتجاز ماشي في السجن. كيما خرجوه مباشرة خرج للشوارع مراكش وبدا يدير في واحد الفيديوهات، جبد في تاريخ المغرب، جبد في تاريخ ثاني الحسن الثاني، جبد حتى النظام وفرق بين النظام المغربي وبين الشعب المغربي باش واحد ما يقولوا راك دير في الفيسنا ولا كاش حاجة، وجبد حقائق تاريخية وواقعية. بصح العميل المدعو هشام عبود ما عجبوش الكلام تاع رشيد نكاز وراح يتهجم عليه، لانه كما تعرفون نتوما علاش اصلا يسميوه هذاك هشام عبود، راهم يسميوه باللي شطاح العيون. وعلاش يسميوه شطاح العيون؟ لانه هو يدعم اطروحه المغرب بخصوص الصحراء الغربيه، ويطرح ثاني وثاني عنده زيارات كثيره مخزيه للعيون وكان النظام المغربي بالعاني يجيب لهم كاش معارض جزائري ولا كاش مسؤول جزائري سابق خان بلادو، يجيبوه يديوه يصوروه في العيون، يديوه للصحراء الغربيه تما البلايص اللي مسيطر عليهم النظام المغربي. قول لهم شوفوا شاهد من أهلها جزائري يصور هنا وجعدنا ويقول لنا الصحراء ديال المغرب وكذا منا وكذا من هي وما غيرها من الأسطوانات. هو مشى في المخطط هذاك علاش؟ لأنه ما يقدرش يقاوم الاموال الطائله اللي يعطيها له النظام المغربي وحتى الاعلام المغربي. راهم يسلطوا ويخصوا مساحات كبيره لهذا هشام عبود غير باش يطيح في كل ما هو جزائري. والان راه يطيح في رشيد نكاس. رشيد نكاس اصلا من خرج زاد دار لهم وزاد دار وحده التصريحات ما عندهاش غير بضعه ساعات وتحدى وما حبش يتراجع. راهم النظام المغربي حتى من شدوه وحطوه في الحجز حبوا منه يقدم تنازلات واعتذارات، قال لهم لا انا راني ما تبليت عليكم ما ظلمتكم ما طيحت لكم، انا قلت حقائق تاريخيه وقلت اصلا النظام المغربي نتوما مدايرين هكذا وعندكم سياسات ضدنا وضد الدول العربيه وتاريخيا وجبت لكم. انا جبت عادي اذا كان تحبوا تحبسوني حبسوني، ما خليوني في الحبس. الا كان حابين حبيتوا تخرجوني خرجوني، الا كان حابين مني نعتذر ولا كاش حاجه ولا نتراجع على كاش حاجه قلتها غير خليوني في الحبس. تحبوا حتى بالمؤبد وخافوا منه وطلقوه وزاد دار لهم واحد الفيديوهات وتحداهم حتى من جا خارج. لكن هذا شطح العيون هشام عبود راه مسلط خنجر ضد الجزائر ضد كل ما هو جزائري باش تعرفوا باللي صح العماله تاع بعض العباد هادو باللي صح للمغرب كيفاش راهم عملاء. وزيدوا نسمعوا هادو شويه المقاطع ونختموا وقولوا لنا رايكم بكل صراحه واش قالوا الكلام تاع رشيد نكاز. وحنا صراحه انا من العباد اللي ما نأيدش رشيد نكاز 100% في كل مثلا الخرجات تاعو صراحه، ولكن في اغلبها راهي تكون صوبه وخاصه مؤخرا ولا يدافع بقوه على الجزائر. نسمعوا هذه المقاطع ونكملوا. وخليفه ديال المسلمين امير المؤمنين اللي هو عبد المؤمن بن علي الكومي. شوفوا الفيديو قوه بالله فعلا ان الموحدين ونكاز يعجبني هضر غير بالوثائق ويهضر بالادله تاريخيا حاضره. شوفوا مع بعض. جاو الجزائريين وبناو وفين كيقولها نكاز كيقول كودي مغربي من الجنوب ديال المغرب تحدوا وياه وداروا اللي داروا وبنوته مات والاخر ما قدرش يقولها حتى قاد الامور ديالو ما ديك الساعه ولا خليفه المسلمين. هذه راه واضحه يعني ما بين العلويين 4 قرون وكان امير المؤمنين قبل العلويين اللي هما اصلا ماشي علويين غير سناغيله. كاين فيديو ديال السناغيله كيبان ليا شنو نحطو لكم حتى هو كيخلع فيه بزاف ما يتقال. كاين معليش كيقول لي الدم الاسود قلبوا عليها تلقاو كاين الدم الاسود. لكن الدرجه دي من الجنون عزيزي المشاهد من وجهه نظر الشخصيه ما ينفعش حد يزوج حد عليها. الراجل عمل قبل كده حاجات اصعب من كده مع فافا في فافا لما طلع هناك وقال انه فرنسا نفسها انشاتها المانيا. فمن هنا اتنازل انا عن المركز الاول للمهبول الاول رشيد نكاز وترجع الكوزينه البنينه للمهبول رقم 2. ده اللي حصل. De la ville de Marrakech, vous avez ici devant vous la majestueuse mosquée Koutoubia de Marrakech.
qui a été construite une première fois autour de 1146 et une deuxième fois autour de 1156-1158. Et devinez par qui cette mosquée a été construite par un Algérien, un berbère algérien qui s'appelle Abdel Moumen. On le voit ici صراحة النكاس في dans cette فترة magnifique قصيرة وبعد التصريحات هبل النظام المغربي statue ربي qui est يهديهم érigée ويصلحهم. au centre de la ville algérienne de Nodroma, non loin de la ville de Tlemcen. السلام عليكم الزول في الاول، مرحبا بكم. كان نترجموا الفيديو نشوفوا شنو غادي يقول، نعرفوا القصه نفهموا مزيان. بزاف ميتكال على اي ترجم الفيديو صافي، ولكن بغينا نشرحوا على هذاك السيد اللي هو يعني كبير اصاحبي، الشيب والعيب، راجل كبير وكيكذب وما تفرجش في الفيديو ديال رشيد وكيحل فمه. قال لك عبد المؤمن ابنته مرت، حشومه تكون راجل شارف ما قاري ما مكلخ، وما يمكن كيبان لي ما تفرجش الفيديو هذا السيد، تفرج في المقطع وقال لك كيقول وكيعاود يقول. نوريك انا عبد المؤمن بن علي. La différence entre le peuple et le pouvoir marocain, c'est-à-dire quand لكن انا من وجهه نظري محدش يشاغب للدرجه دي غير من دماغه. المهم انه رشيد نكاس ده وخليفه ديال المسلمين، امير المؤمنين اللي هو عبد المؤمن بن علي الكومي ربي يرحمه n'a jamais voulu développer des relations diplomatiques claires et franches. Il a un conseiller marocain qui est de culture juive. Il avait des relations d'affaires avec Israël, avec Tel Aviv. Il a même fait un sale coup lors du sommet de la Ligue des États arabes en 65 qui a permis à Tel Aviv d'avoir tous les plans. Et à cause de cela, à cause de cette trahison que les pays arabes ont perdu, occupé, mais on va dire ça c'est le back-office, c'est-à-dire c'est dans la cuisine. الصحراء الغربية، وقال انه المملكة المغربية محتلة الصحراء الغربية من سنة 1975 من بعد ما طلعوا منها الاسبان. وبما اني عشت في تلمسان تقريبا 4 أو 5 ايام، فشكل الصومعة الشهيرة لمسجد الكتبية ده شكل المآذن بتاعت كل المساجد في مدينة تلمسان وما حولها. شكلها بسيط لكنه مميز وفاتن للعيون. زي ما قلت لكم في الاول، التطابق بين رشيد نكاس وعلاء صلصال يدفع البعض او تحديدا المغاربة يقولوا انه الجزائر زج عليهم نكاز. لكن الدرجة دي من الجنون عزيزي المشاهد من وجهة نظر الشخصية ما ينفعش حد يزوج حد عليها. الراجل عمل قبل كده حاجات اصعب من كده مع فافا في فافا لما طلع هناك وقال انه فرنسا نفسها انشأتها المانيا. فمن هنا اتنازل انا عن المركز الاول للمهبول الاول رشيد نكاز، وترجع الكوزينه البنينه للمهبول رقم 2. ده اللي حصل. De la ville de Marrakech, vous avez ici devant vous la majestueuse